الاستغلال مش حاجة مشهورة في الأماكن الشعبية. أنا كأمريكي وعشت هنا في مصر 3 سنين في أكتر أماكن شعبية، أقدر أقول لك إنه الاستغلال مش حاجة مشهورة ولا منتشرة في الأماكن الشعبية. هتلاقي استغلال أكتر في الأماكن السياحية، مثلا الأهرامات، خان خليلي، أماكن زي ده، عشان الموظفين والناس اللي شغالين هناك متعودين يستغل الناس، متعودين يكذب على الناس ويخونوا الناس. بس الواحد اللي شغال في السوق في البولاق هو تقريبا مش بتعرف ناس من برا كل يوم، فالاستغلال بس هتبقى حاجة في فوق دماغه. ما بقولكش انه الاستغلال مش موجودة في الأماكن الشعبية، بس أنا من تجربتي أنا حصل لي مواقف أكتر في الاستغلال في الأماكن السياحية خالص. الأكتر ناس جدعانة إن أنا تعرفت عليه هنا في مصر ناس من الحتة الشعبية، ناس انه وقفوا جنبي وانا كان عندي مشكلة في الشارع، ناس اللي قالوا لي خلي وهم قصدوا خلي بجد، ناس انه عزموني عنده في البيت واكلنا مع بعض عيش وملح. والله الاكتر ناس جدعانة وطيبين ان انا تعرفت عليه هنا ناس من الشعبية. وانا كواحد امريكي بالنسبة لي دي الاكتر حاجة حلوة، انه الناس من الحتة الشعبية عايزك ان انت على طول بتحس ان انت في بيتك.